تلاحظ أنت في الفترة الأخيرة أنه كل الأسماء اللي تقود داعش كلهم جنرالات ومسؤولين بعثيين يعني. أنا على يقين بأن القوة البعثية، الناس اللي يعني وجدوا بأنه هذه القوة العسكرية اللي عندها يعني رغبة في القتال الرباني، يعني عندهم لا يمكن مواجهة القوى في العراق بالمنظور السياسي الطبيعي، يحتاجون إلى فترة من الصراع بمثل ما يحدث الآن حتى يجري الاعتراف بهم ويعني إشراكهم في العملية السياسية. لن يحدث هذا إلا بجهد عسكري وسياسي، عسكري بالدرجة الأولى كما تفعل داعش وهم يقودونها اليوم، هم يعني أكثر من يساهم في قيادتها، وبالتالي يجب أن لا يغفل هذا الموضوع ويعتقد أن قصة داعش هي قصة إسلام فقط، لا، هناك توظيف هائل